السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كي كتشاهدوا معايا اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم التونر التركي. كي كتشاهدوا معايا هنايا من بعد ما غسلت الدجاج مزيان ونقيته، صافي هنا غادي ندوز باش بحال غادي نقطعوا على نفس هاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي هنا غادي نكمل التقطيع ديالي كامل. من بعد من غادي نسالي، غادي ندوز باش بحال غادي نوجد الشرموله ديالي. كي كتشوفوا البنات هنا ما تحاولوش انكم تقطعوه صغير بزاف، يجي هكا مستطيل على هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي ناخذوها شوار، غادي نديرو فيها بصله صغيره، نديرو فيها فلفله حمراء حتى هو حجم صغير، درت معلقه ديال المطيشه ديال الحك، درت تقريبا 3 معالق كبار ديال زيت البلديه. صافي هنا من بعد ما قطعته ساليته، صافي هنا غادي ندوز باش بحال ديال الشرموله ديالي. صافي غادي ندوز هنا غادي نديرو 2 معالق كبار ديال اليوغورت او دانون مسوس. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال الملحه، هنا على حسب الذوق البنات. صافي كندير البزار، كندير فلفله حمراء، كندير السودانيه. صافي هنا كنطحنوا المقادير ديالنا كيف كتشوفوا هنايا. صافي هنا البنات بعد ما غنساليو هنا غادي ندوزو باش بحال غادي ندوزو باش بحال غادي نشربوا داك الدجاج ديالنا. المهم غادي نحاولوا نبسلوا داك الشرموله مزيان كيف كتشاهدوا معايا هنا في الفيديو. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه. صافي حتى داك الدجاج ديالنا كيطلب الشرموله مزيان، يعني كتخليو داك العطريه اللي صوبنا قبل. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه. هنا من بعد ما غادي نساليو غادي نغطيوها البنات وغادي نديروه في الثلاجه. من الافضل تخليوه في الثلاجه لمده ساعتين. البنات كنأكد المده ديال ساعتين. صافي هنا من بعد ما غادي نخرجوه، هنا غادي نديروه في اللاطه اللي غندخلوها للفران. كي شفتوا غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه كيف ما في الفيديو. غنحاولوا نشرحوا داك السته ديالنا باش بحال يطيب مزيان في الفران. صافي البنات كنستمروا بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد غادي ندخلوه للفران على درجه ديال 200 درجه. صافي غير واحد شويه غير كيطيب كتخرجوها البنات. صافي كيشوفوا معايا هنايا صوبت ولادي عصير ديال الخيار. البنات خيار طبيعي ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه. صافي البنات هنا صافي ساليت العصير ديالي. كيشفتوا هذه هي النتيجه الاخيره. كيشفتوا هنايا غادي نديروا البنات لاصوص ديالنا باش بحال غنديروا الخبز ديال الطورتيلا. هنا خديت 3 معالق كبار ديال الزبده، درت معاهم نص كاس ديال الماء، درت معاهم معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، درت شويه ديال الملح على حسب الذوق. صافي غنخليوها البنات هنايا في كاسرونه في اي حاجه كتخليهم كيغليو حتى ماشي 2 دقائق. كيغليو 2 دقائق صافي كطفيو عليهم كي كتشاهدوا معايا. صافي هنايا غادي ندوزو باش بحال غنكملوا الفيديو ديالنا. هنايا غناخذ خبز الطورتيلا كي كتشوفوا معايا، غادي ندهنها بنفس داك الصوص اللي شرحت معكم في الاول. هنا البنات كنحاول ندهنها مزيان. صافي هنا كنهزها البنات كي تلاحظوا معايا كنهزها كنديرها على المقله غير واحد 8 دقائق ما كاملاش. صافي كنزولها وكنولي عاوتاني نقلبها على الجهه الاخرى، كنولي عاوتاني ندهنها بنفس لاصوص. هنا البنات هكا باش بحال الحشوه ديالنا ما كتسخناش في سطح العمل. صافي هنا كنستمروا بنفس الطريقه كي كتشوفوا معايا. هنا البنات زدت واحد شويه ديال الحامض صراحه كيجي في داك الصوص كيجي بنين. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه. هنا غادي ندوز على البنات باش بحال غادي نعمر التونر ديالي. هنا غادي ندير الخس، هنا درت مطيشه. البنات اللي كنتو نتوما الاختيار اللي ما بغاش يدير شي حاجه ما كياكلهاش هنا ما يديرهاش. صافي هنا درت البصله. هنا غادي ندير بطاطا فريت كنت ديجا قليتها. صافي هنا غادي ندير داك الدجاج ديالي اللي ديجا وجدت في الاول على هذه الطريقه هذه. صافي هنا غادي ندير البنات مايونيز. صافي غادي نحاولوا ندوروا على هذا الشكل هذا كنجمعوا التونر ديالنا. صافي هنا كندهنوا واحد شويه من الفوق وكنديروه فوق البوطه كي كتشاهدوا معايا درتو في المقله. المهم على هذه الطريقه هذه. كيشوفوا هنا غندير معكم وحده اخرى مقربه باش يبان لكم مزيان. صافي هنا غندير نفس الشيء، غادي ندهن الصوص ديالي. من بعد غادي نديرو نفس الطريقه على البوطه فوق المقله غير واحد الدقيقه ما كاملاش غير كيجمع راسو. كنولي عاوتاني نقلب عاوتاني صافي هنا غنولي نقلب عاوتاني الجهه الاخرى. صافي غادي نجيبها باش بحال غادي نعمرها. كي شفتوا هنايا غندير نفس الطريقه، غندير الخس، غندير المطيشه، غادي ندير البصله. صراحه البنات ساهل ماشي صعيب بزاف، ساهل بزاف كاع. كي شفتوا هنايا غادي ندير الفريت ديالي. هنا غادي ندير الدجاج اللي تصوبنا ديجا طونر. صافي غادي نديرو مايونيز وغادي نولي عاوتاني نجمعوه بنفس الطريقه. صراحه البنات كيجي بنين كيجي صراحه زوين، كنتمنى تجربوه. هذا البنات كيصلح بحال دابا الخرجات هكا البحر هكا ملي كيتعشى العشيه الانسان كيبغي يخرج كيبغي يدير معاه شي حاجه خفيفه. كي شفتوا هنايا البنات هنا غادي
غادي ندوز باش بحال غادي نطيبو. انا غادي نشارك معكم الطريقه الصحيحه. هنا البنات داك لاصوص، علاش صوبت انا داك لاصوص، هي اللي كتخلي هكا كيجي فيه هاد اللون الذهبي هكا وكيجي مقرمش، يعني ما كيجيش داك الخبز ديالنا معجن. صافي هنا كنستمروا بنفس الطريقه، كنحاولوا نطيبوهم كاع الجهات، نحاولوا نحمروهم كاع الجهات البنات. صافي هنا جبت واحد اخر عاوتاني كنستمروا بنفس الطريقه، كنحاول نحمروه من الوسط من الجناب. صافي كنستمروا بهاد الطريقه هذه حتى كنساليو. هنا شتي كي كتلاحظوا معايا ملي كنشوف شي بلاصه ما كتحمرنيش مزيان، كنولي عاوتاني نزيد ندهن لها داك لاصوص باش بحال كيتشد فيها داك السخونيه. كيشتو هنايا حتى الجناب ديالي كنحاول نحمرهم. هنا كيشتو معايا كانت هذه هي النتيجه الاخيره. كان هذا هو التمر ديالنا، كنتمنى تجربوه، كنتمنى يعجبكم. المهم كنقول لكم شكرا بزاف، ان شاء الله نتلاقاو ساعه الخير. المهم هنا غادي يسالي الفيديو ديالنا، كنقول لكم باي باي. باي.